بتعملي البسبوسة ومش بتطلع معاكي طرية ومش بتشرب الشربات بتاعها كده ويبقى طعمها حلو ولذيذ زي اللي احنا بنجيبها من بره، يبقى الفيديو ده ليكي. هقولك النهارده على اسرار وتكات كده بسيطة هتطلع معاكي البسبوسة طرية، واللهم بارك. شايفين لونها عامل ازاي وطرية كده، والسمك بتاعها مظبوط قوي، والشربات بتاعها مظبوط كده على الشعرة، وحاجة كده في منتهى الجمال. شايفين طراوة البسبوسة بتتكسر معانا كده بكل سهولة. واللهم بارك، بنص كيلو بسبوسة عملنا اكتر من كيلو وربع او كيلو ونص بسبوسة. يلا بينا نخش نشوف الوصفة. بس اهم حاجة ما تنسيش تصلي على الحبيب المصطفى وتذكري الله، ربنا يجعل يوم ويومكم معطر بذكر الله. اول حاجة هنعملها هنسيح السمنة عشان البسبوسة بتتعمل بالسمنة السايحة. جبت كده نص كوباية من السمنة العادية اللي هي سمنة جنة، وعليها ربع كوباية من السمنة البلدي. اللهم بارك، السمنة البلدي بتخلي طعم البسبوسة خطير. بحب انا اجمع وش القشطه كده بتاع الحليب واعمل منه سمنه كده على قد الحلويات، بيبقى طعمها تحفه. سيحتها كده وبقى معانا كوبايه الا ربع من السمنه وكوبايه حليب وكوبايه الا ربع من السكر وربع كوبايه من جوز الهند ومعلقه صغيره من البيكنج باودر وربع معلقه صغيره من الفانيليا. ومعانا نص كيلو من سميد البسبوسه اللي هو المتوسط، ما يكونش ناعم قوي ولا خشن قوي، اللي هو المتوسط بيكون حلو. طبعا تجيبيه من عطار كويس كده يكون بيبيع حاجات كويسه، لان في سميد بيبقى مغشوش بنسبه كبيره من الدقيق، وده اللي بيخلي البسبوسه ناشفه. جبنا بقى البوله اللي فيها السميد زي ما انتم شايفين كده، وحطينا عليها البيكنج باودر، وحطينا ربع معلقه من الفانيليا وسن كده من الملح، وحطينا جوز الهند. طبعا لو انت ما بتحبيش جوز الهند تقدري تستبعديها، بس بصراحه جوز الهند بتدي للبسبوسه طعم خطير. جبنا بقى الكلام الجميل ده كده كله مع بعضه زي ما انتم شايفين كده. يبقى خلطنا المكونات الجافة لوحدها على جنب، وهنجيب بقى حلة وهنخلط المكونات السايلة كلها على النار كده. احنا عايزينها تدفى شوية، مش عايزينها تسخن. ناخد بالنا من الخطوة دي، احنا هندوب السكر بس وهنخلي الحاجة تدفى. جبت بقى الحلة اللي انا كنت مسيحة فيها السمنة، ونزلت كده بكوباية من الحليب والكوباية الا ربع من السكر وكوباية الا ربع من السمنة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهحط بقى خطوة مهمة قوي، وهي معلقة كبيرة من العسل النحل. احط معلقة كبيرة من العسل النحل كده زي ما انتوا شايفين. طبعا لو ما عندكيش عسل ابيض تقدري ان انت تحطي مكانها عسل كلوكوز، بيبقى حلو قوي. ما عندكيش عسل كلوكوز هنستغنى عن العسل خالص، وهتحطي معلقتين من السيرب اللي هو الشربات التقيل، هيدي نفس النتيجه وبيبقى الطعم جميل. حطيت كده معلقه كبيره من العسل الابيض زي ما انتوا شايفين، وهندوب المكونات دي كلها الاول كده على البارد ونرفعها على النار. هنقلبها لمده 3 4 دقايق كده بس لحد ما السكر يدوب وهي تدفى كده. احنا مش عايزينها توصل للغليان خالص. قلبناها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اللهم بارك، بتلاقي الريحه في الوقت ده تحفه، لان طبعا احنا حاطين سمنه بلدي فبتبقى الريحه جميله قوي. ما عندكيش سمنه بلدي مفيش حاجه هتوقفك خالص، اعمليها بالسمنه العاديه وباذن الله هتطلع جميله. اول ما الخليط السايل دفى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، خدناه كده ونزلنا بيه على الخليط الجاف. اللهم بارك. وهنقلب بالاسباتيولا. اهم حاجه تاخدي بالك ان البسبوسه ما بتتعجنش، البسبوسه بتتبس. لو هتلميها بصوابعك كده تلميها بصوابعك، ما تعجنيش، لان لو عجنت البسبوسه هتديكي نتيجه مش حلوه خالص. احنا هندخل الخليط كده مع بعضه، الخليط السائل في الخليط الجاف، ونبسها كده بس، مش عايزين اكتر من كده. اللهم بارك. شايفين النتيجه طالعه معانا عامله ازاي؟ مش محتاجه اي حاجه خالص، لا حليب ولا سمنه ولا اي حاجه. كميه السمنه مظبوطه وكميه الحليب في منتهى الجمال. وعلى فكرة تقدري تستبدلي كوباية الحليب بكوباية زبادي برضو، بتطلع في منتهى الجمال. خطوة مهمة قوي، تحطي معلقة صغيرة بس من البيكنج باودر، ما تكتريش اكتر من كده. لو كترتي هتقلب معاكي كيكة وهتلاقيها هشة كده ومش حلوة. معلقة صغيرة بس من البيكنج باودر. قلبنا الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قلبناه كده بس بالاسباتيولا، انا حتى ما حطيتش ايدي. وجبنا صينية مدهونة بالسمنة كده زي ما انتوا شايفين عشان البسبوسة ما تلزقش مننا في الصينية، وبدأنا ان احنا ننزل بالبسبوسة كده. اللهم بارك. هتقولي لي الصينية مقاس كام؟ دي اكبر صينية في المقاسات التلاتة، يعني مش احنا بيبقى عندنا 3 صواني، الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، دي اكبر صينية. الكمية دي حلوة قوي على الصينية دي، بتبقى تحفة. تبقاش لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي، لان البسبوسة الرفيعة قوي هتنشف معاكي في الفرن وهتطلع ناشفة ومش هتشرب الشربات، ولو تخنتيها هتبقى عاملة زي الكيكة كده ومش هتطلع حلوة. فدي الصينية اللي هي بيتهيألي مقاس 30، فهي المقاس ده هيبقى حلو قوي.
نزلت كده بالبسبوسه بالشكل ده، وبدات ان انا افردها كده بصوابعي واضغط كويس، وافردها كده كلها في الصينيه بسوى واحد، ما يبقاش جنب عالي وجنب واطي، عشان ما تلاقيش جنب طالع طري وجنب طالع ناشف، وتلاقي جنب استوى بسرعه وجنب لسه ما استواش. فهناخد بالنا من الحاجات دي كويس. سويها كده كويس، وهتبداي ان انت تخبطيها خبطتين كده على الرخامه عشان تتساوى. وهندخلها الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني. البسبوسه بتتسوى على نار هاديه زي الكيكه، لو علينا عليها النار هتلاقيها اتحرقت من تحت كده بسرعه وما استوتش. على ما البسبوسه تكون استوت، تعالوا بينا نعمل الشربات بتاع البسبوسه. الشربات بتاع البسبوسه بيكون شربات خفيف، اللي هو كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من الميه ونص عصره ليمونه ونقطتين 3 كده فانيليا سايله. هنحطهم على النار لمده 5 دقايق. اول ما يبدا ان هو يغلي كده هتطفي عليه النار، ان لو الشربات تقل منك البسبوسه مش هتشربه ومش هتبقى طريه خالص. شربات البسبوسه بيبقى غير شربات الكنافه وغير شربات الجلاش. شربات الكنافه والجلاش بيبقى تقيل عشان الحاجه كده تبقى مقرمشه ولذيذه، لكن شربات البسبوسه لازم يبقى خفيف علشان تتشرب معانا كده الشربات بسرعه وتبقى في منتهى الجمال. طبعا لو وصلت معايا في الفيديو لهنا ما تنسيش اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. رفعناه كده على النار زي ما انتم شايفين، اخد غلوتين 3 وطفينا عليه. تعالوا بينا نشوف البسبوسه جوه الفرن عامله ازاي. هتعرفي منين ان هي استوت؟ هتلاقي الطروف بتاعتها بدات تفصل كده عن الصينيه، وتلاقيها بدات تاخد اللون الذهبي، ووش البسبوسه بدا يتلون. ما تستعجليش على البسبوسه وتشغلي عليها الشوايه على طول، لا استني كده لما الوش بتاعها يبدا ان هو ياخد لون، وتلاقي الجنوب بتاعتها كده بدات تاخد اللون الذهبي كده. البسبوسه معاكي بقت مستويه. هتاخديها كده تحمريها على الشوايه لحد ما تاخد اللون الذهبي، وتبداي ان انت تطلعيها وتسقيها بالشربات. الشربات يكون سخن والبسبوسه سخنه. هتعرفي منين ان البسبوسه بتاعتك ناجحه؟ اول ما تلاقيها شربت الشربات كده بتاعها بسرعه زي ما انتم شايفين، ده دليل ان البسبوسه بتاعتك ناجحه وتمام. هنغطيها بقى لمده نص ساعه. هتقولي لي هتغطي البسبوسه؟ هقول لك عشان تطلع معاكي طريه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اللهم بارك بقى. تعالوا بينا نقطعها. شايفين بتتقطع بكل سهوله ازاي؟ ما هياش ناشفه، ريحتها تحفه وطعمها خطير. شايفين؟ اللهم بارك. لونها كده جميل زي اللي احنا بنشتريها كده من بره، ما اتحرقتش مننا، ما اخدتش لون زياده من تحت. التقدير بتاعتها مظبوطه، التسويه بتاعتها مظبوطه، الشربات بتاعها مظبوط. اتفرجي على الفيديو كامل واعمليها بالطريقه بتاعتي، بجد هتعجبك قوي. هتقطعي بقى حسب الشكل اللي انت عايزاه. انا هقطع كده القطع مربعات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه تقطعي بقى مكعبات كبيره براحتك، مكعبات صغيره شويه براحتك خالص. اللهم بارك. نص كيلو البسبوسه بعد ما حطيت له المقادير كده وسقتيه بالشربات، ممكن تيجي توزنيه تلاقيه هيجيب معاكي من كيلو ونص ل2 كيلو الا ربع، يعني كميه كده في منتهى الجمال. حاجه نظيفه معموله كده بايدك في البيت، ضمناها وضمنه كده كل حاجه فيها، مسكراها كويس. للناس بقى اللي بتحب السكر الزياده كده في الحلويات هتحبها قوي. تعالوا بينا بقى نطلع حته كده ونشوف جمال وحلاوه البسبوسه. البسبوسه كده اللهم بارك مستويه ولونها جميل خالص كده من تحت ومن فوق، واخده اللون الذهبي اللذيذ. وشايفين طراوه بقى البسبوسه عامله ازاي؟ البسبوسه طريه وبتتقطع معانا بكل سهوله. والله بقى لو دخلتيها كده التلاجة، لو انت عايزاها بقى تبقى متماسكه اكتر كده تدخليها بقى التلاجة، لكن انا للامانه سبتها بره لان الجو ساقع والعيال عايزين ياكلوا منها كده على طول، فعشان ما فيش حد فيهم يتعب فسبتها كده بره. اللهم بارك. شايفين البسبوسه عامله ازاي؟ طريه كده ولذيذه وريحتها كانت قلب الشقه. اللهم بارك. دفي كده الشقه في اليومين الساقعه دول واعملي لاولادك حاجات لذيذه كده وطعمه، ونسيبنا بقى من حاجات بره اللي بتيجي غاليه. شايفين بقى اللهم بارك البسبوسه بتتهرس معانا بكل سهوله ازاي؟ ده دليل على نجاح البسبوسه. كده الفيديو بتاعنا خلص. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.